محدش اتعور فينا، وكان الحمد لله النتائج زي ما انتم شايفين كده كانت شاطره جدا. انك فكره ان احنا بنكسر الاتجاه شمال عشان بنبتدي ان احنا نعود الكلب ان انت لو بتركز في حاجه او بتفكر تهجم او اي حاجه، كسر الاتجاه شمال ده بيشتت الكلب ويخلي الكلب ما يركزش في اللي احنا بنعمله. وبعد كده خليت كابتن محمد او محمد بن عمتي يعني يكسر اتجاهاته ويلف حوالين الكلب عشان يعمل ضغط ليه. طب فكره الضغط اللي احنا بنعملها دي بتكون ليه؟ وببتدي ان انا احاول استفزه ان هي بتضرب على ايده بحيث ان هو يفكر يهاجم ليه؟ عشان لما يبقى في الطبيعي او في العادي ما يعملش المواقف اللي انتوا شايفينها دي. وابتديت ان انا ادي كوريكشن للكلب ما بين منطقه البطن والفخذ في الرفض للحاجه، ما بيبقاش ضرب ولكن نغزه بتكون سريعه، زي فكره ان انت بتكون راكب خيل ولا حاجه بحيث ان انت تبقى مفهم الكلب ان انت مش طالب منه اي رد فعل من غير اذن ليك. وبيبتدي ان الموضوع يتكرر مره واثنين وثلاثه لحد ما الكلب اطمنته ان هو وصل للليفل ده، واديته كمان وضع داون والكلب الحمد لله سمع الكلام. بعد كده خليت صاحبته هي اللي تجرب عشان نبتدي ان